أما المسلم فهل يصح أنك تأتي لجارك وتقول عاهدني على ألا تضرني ولا أضرك؟ ومن قالك إنك بحاجة إلى أن تأخذ مني عهدا؟ ليس بين المسلمين ما يستدعي أن يعطي بعضهم بعضا العهد، إنما العهد يكون لغير المسلمين. وهكذا العصاة ليس السبيل في التعامل معهم مثل ما يقع من بعض الغلاة الذين يزيدون العاصي عصيانا وعنادا، وإنما كما تقدم في الكلمات السابقة الصبر على الأذى فيه. يحتاج الإنسان أن يصبر، وقد يكون هؤلاء العصاة من أقرب الناس إليه، قد يكون من والديه أو من إخوته أو من جيرانه أو من ذوي رحمه، فيحتاج الصبر. أما كون إذا أوذي هو كأن الكلام وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونك تؤذى ويتعرض لك بما لا ينبغي، هذا سبيل سلكه الرسل عليهم الصلاة والسلام قبلك، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. لا بد من الأذى، فيصبر على الناس ويدفع بالتي هي أحسن. فإذا كان هؤلاء من أعداء الله، فكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في شأن، كما قال في شأن إبراهيم: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لأنه في بعض الأحيان هؤلاء العامة الذين ينتقدون هذا الشاب جهال، لعلهم يسبقونه في المسجد، لكن يجهلون أن هذا من الشريعة، رأوا منه مثلا تصرفا أو قولا أو نحو، ظنوا أنه نوع من الجهالة وسفه الشباب، فبدلا من أن يقابلهم بالكلمات الجارفة والقوية يقول هذا من دين الله، ويستطيع أن يعاملهم، يقول أنا لا تأخذ كلامي، هذا كلام أهل العلم، هذا كلام العلامة الشيخ بن باز، هذا كلام فلان، هذا كلام فلان، ويسهل عليهم الأمر بهذه الطريقة، فسيجدهم أحرص على الخير مما يظن. لأجل ذلك ينبغي أن يضبط موضوع الولاء والبراء. فمن الناس من يظن أن الحل هو أن يلغى الولاء والبراء، مثل هؤلاء الجهالة من الكتاب وغيرهم، فليس هذا حلا. ومنهم من يبالغ المبالغات المنكرة ويزعم أنه يحقق البراء من أعداء الله، وكل هذا باطل. هذه المسائل تضبط بالشرع وتعرف بالشرع، لا إفراط ولا تفريط. نعم.